ورجعنا لكم من جديد بعد الفاصل ومكملين باقي فقرات مصر الحلوة. والأسبوع ده كان أسبوع مليء بالأخبار والتي كان يتصدر مشهدها الأزمة في غزة والتصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. خلونا نرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ وجدي زين الدين رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوفد. أهلا وسهلا أستاذ وجدي. أهلا بك. ويمكن المشهد اللي متصدره الصحافه تقريبا الازمه في غزه، وكان اخرها لسه حلا وزير الخارجيه المصري مباحثاته مع وزيره الخارجيه الايطاليه. وخلينا نبدا من اول خبر، واول خبر بيتكلم عن كيري نعم. يطالب دول المنطقه بدعم مبادره مصر بشان غزه. نعم. وقالت المتحدثه الرسميه باسم الخارجيه الامريكيه جيني فارساكي أن الوزير جون كيري دعم طلب وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل الذي قدمته مصر، وقالت أن الوزير يتصل بشكل يومي مع كل من إسرائيل ومصر وعدد آخر من دول المنطقة. نعم. أنا مش هطيل في الخبر، لكن هنا مسألة أن المبادرة المصرية التي حظيت بدعم أمريكا وإسرائيل وفرنسا والصين نعم. وعدد كبير من الدول في مقابل تعنت حماس ومطالبتها للوساطة القطرية التركية، وأن نلاقي الخبر كمان نقلها الأناضول. نعم. يعني وكالة الأناضول التي تتصدر هذا المشهد. فحابب أسمع تعليق حضرتك. بص حضرتك، طبعا يعني مصر هي الأم كالعادة، وهي التي تتحمل المسؤوليات تجاه الأمة العربية جمعاء. كعادة مصر ودورها الريادي في المنطقة ودور مصر العظيم في تحمل المسؤوليات تجاه الأمة العربية جمعاء. قدمت مصر المبادرة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، لكن يبدو أن الأشقاء في غزة أو في حماس تحديدا لهم موقف آخر. يعني هذه عادتهم ليست بجديدة علينا. تصرفاتهم دائما تأتي عكس التيار. موقفهم مع الإخوان ودورهم البشع الذي لعبوه مع الإخوان ضد مصر لا يزال يمارسونه بشكل آخر أو بطريقة أخرى. نجد مع الأسف الشديد عدوان غاشم على الأشقاء في حماس، الأطفال تقتل والنساء تذبح وإلى آخره. ورغم ذلك لا يزال قادة حماس يرفضون المبادرة المصرية. المبادرة المصرية زي ما حضرتك قلت حظيت بدعم دولي ودعم عالمي، ورغم ذلك هناك إصرار لدى قادة حماس على الرفض طبعا ده يعتبر نوع من أنواع يعني العناد. يعني نوع حضرتك ترجعوا بايه برغم ان يعني هي تقريبا نعم. نفس البنود اللي وافقوا عليها في 2012 نعم. مع الرئيس المعزول، تقريبا تطابق في نفس نعم. البنود. نعم. الرفض الان سببه ايه؟ الرفض الان سببه هو هناك محور، هو المحور زي ما حضرتك قلت، المحور القطري التركي. المحور القطري التركي يريد ان يكون له دور، وطبعا عارفين ان احنا الدور التركي والدور القطري يعني بيلعب دور قذر تماما. ومع الأسف الشديد أن قطر وتركيا كان لهم دور قذر في مسألة مخطط الشرق الأوسط الكبير في المنطقة العربية وخاصة مصر. عندما قامت ثورة 30/6 وبالإرادة المصرية العظيمة وانتصر لها الجيش الوطني الجيش المصري، طبعا يعني كانت تعد هذه ضربة قاضية وقاسمة لكل الذين كانوا يخططون لتقسيم المنطقة العربية. اليوم هناك عدوان بشع على الأشقاء في غزة، وعمليات القتل مستمرة، ومصر ترفع مبادرة لوقف هذا القتال وهذا العنف، ورغم ذلك قادة حماس يصرون على تنفيذ يعني ما هو ضد مصلحة الغزاويين زي ما بنقول. هي رفعت يعني خرجت بمبادرة وبعتت، كانت أول واحدة بتبعت مساعدات. يعني احنا ما شفناش قطر ولا تركيا نعم. بعتت لا مؤن ولا أدوية ولا حتى فلوس ولا يبعتوا. ده أنا في معلومة وصلتني صور إن هم ألقوا بالمعونات المصرية لإهانة الجيش أو غير كده كمان ده زعموا حاجة في منتهى الخطورة. قالوا إن مصر قدمت معونات غذائية فاسدة. طبعا ده كلام فارغ يعني. مش رغم أن هذه المعونات يعني معونات يعني سليمة 100%. هذه المعونات يعني يعني هذا دور مصر، هو ده دور مصر، ان لا تقف مكتوفة الايدي امام عدوان على اشقاء في غزة. لكن للاسف الشديد يبدو ان قادة حماس يعملون في وادي، وما يحدث على ارض الواقع في واد اخر.
المحور القطري التركي هو الذي يحرك حماس حاليا، وده مش جديد حضرتك. كلنا نعلم الدور القذر اللي لعبته حماس مع الإخوان. يعني باختصار شديد حماس هي الإخوان من الآخر يعني. يعني هل اللي احنا شايفينه دلوقتي تكرار تجربة الإخوان اللي حصلت في مصر، ان هم كانوا بيلعبوا لصالح هذا المخطط؟ نعم. وكانوا بيلعبوا لأجندتهم، هم دلوقتي ما نعم. بيلعبوش لصالح الشعب الفلسطيني. نعم. لا يعملون لصالح الشعب الفلسطيني، بدليل ان الشعب الفلسطيني مؤيد تماما للمبادرة المصرية. السلطة الفلسطينية بقى قادر يعني ايه، يعني تقدر ازاي تصمد امام السلطة الفلسطينية الممثلة في الرئيس محمود عباس؟ هذه السلطة أيدت تماما المبادرة المصرية، بل بالعكس كانت هناك مباحثات. هذه المباحثات يعني كانت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك تأييد من السلطة الفلسطينية ومن العالم كله للمبادرة المصرية إلا الحمساويين وإلا قطر وتركيا. ده شيء كلام يعني مفروغ منه. عن الرئيس عبد الفتاح السيسي من الأهرام. السيسي شعلة نشاط. نعم. تابع ملف التهدئة مع عباس وشرح بنودها لوفد فرنسي، وأشاد بالخليج مع وفد كويتي، وبحث أزمة العراق مع علاوي. نعم. السيسي لمحمود عباس: مصر مستمرة في تقديم كافة الدعم لفلسطين خاصة في غزة. ده شيء رائع. السيسي لوفد البرلمان الفرنسي: حرية الرأي يجب أن تراعي حقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. السيسي للوفد الكويتي: انقلوا تحياتي للأمير حقنا منه دعم الدين ومحترفي سفك الدماء. المفروض احنا نحط ايدينا في ايدين بعض ضد سفك الدماء وتشويه صورة الإسلام. بص حضرتك، ثورة 30/6 هذه الثورة أجبرت العالم بلا استثناء على احترام الإرادة المصرية. وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم وصل بإرادة مصرية بطرق ديمقراطية صحيحة 100%، لا غبار عليها. وبالتالي الرئيس عبد الفتاح السيسي إذا كان الآن هو شعلة نشاط، فده شيء متوقع منه جدا، وده شيء كنا هنلمسه فيه، ودي إرادة مصرية هي التي دفعت بالرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن يتولى سدة الحكم عن طريق نظام ديمقراطي صحيح 100% ولا غبار عليه. عندما يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر مستمرة في دعمها للأشقاء في غزة، فهذا هو واجب مصر، هذا هو الدور المنوط بمصر، ولا يمكن أن تتخلى مصر عن أي دولة عربية على الإطلاق مهما كانت. هل هناك يعني ما فعله الأخوة في حماس ضد مصر والأفعال والتصرفات الشنعاء التي ارتكبوها في حق مصر، ورغم ذلك لم تتخلى مصر تماما عن دورها في يعني وقف القتال عن وسفك الدماء وإسالة الدماء التي تتم. مصر لا يمكن أن تتخلى أبدا عن الإخوة في غزة مهما فعل قيادات حماس. يعني الآن مصر تقوم بدور أساسي وفاعل وتعلن مبادرة الكل يجمع عليها ويوافق عليها، إلا قطر وتركيا وحماس. طبعا ده شيء يعني يعتبر يعني قمة الإهانة للشعب الفلسطيني. وطبعا الشعب الفلسطيني كله والممثل في السلطة المعترف بها اللي هي سلطة الرئيس محمود عباس، وهذه السلطة المعترف بها وفقط وترفض ما يحدث للأخوة في غزة والآخر. ورغم ذلك قيادات حماس التي تجاهد وتناضل من خارج غزة، هؤلاء يتصرفون وهم بعيد تماما عن غزة تماما، يفعلون أشياء يعني موجودين في قطر وتركيا. فهل هذا يجوز؟ طبعا ده شيء يعني مع الأسف الشديد يعني يصيب بالحزن والاكتئاب مما تفعله قيادات حماس. طيب خليني اخد حضرتك للتهديدات اللي كانت دايما اسرائيل بتتكلم عنها، وان هي هتشن هجوم بري على قطاع غزه. النهارده بالفعل اسرائيل تشن هجوما بريا في قطاع غزه، ده نقلا عن رويترز. نعم. بس انا عايز انقل لحضرتك حاجتين في هذا الخبر. اللي هو متحدث باسم الجيش الاسرائيلي قال ان الهجوم البري الذي تشنه اسرائيل في قطاع غزه لا يهدف الى الاطاحه بحركه حماس التي تهيمن على القطاع. ومن ناحية تاني قالت حركة حماس أن الغزو البري الإسرائيلي لغزة أحمق وستكون له عواقب مروعة. هنا عايز يعني أوصل مع حضرتك لإشكالية الاتفاق، أن هناك من يرى أن هناك اتفاق بين حماس والجانب الإسرائيلي على تصعيد هذا الأمر لإلغاء المصالحة. هو حضرتك أنت هتاخدنا لحاجة تاريخية بقى بصراحة شديدة، يعني أنا الأوان لإعلانها وإطلاقها. يعني المتفحصين تماما لنشأة حركة حماس نجد أنها لها علاقة وطيدة أصلا بإسرائيل في البداية، وده كلام في منتهى الخطورة. للأسف الشديد
ما تفعله حركة حماس حاليا هو الضرر بعينه للشعب الفلسطيني، الضرر بعينه للأخوة في غزة. حركة حماس مع الأسف الشديد لا تتحرك إلا من خلال التنظيم الدولي للإخوان. حركة حماس تتصرف من خلال تعليمات تملى عليها من التنظيم الدولي للإخوان، مع الأسف الشديد تحت رعاية تركيا، ومع الأسف الشديد تحت رعاية قطر. وطبعا كل ما يحدث الآن والمواقف السلبية التي تقوم بها حركة حماس كلها موجهة للأسف الشديد ضد الشعب الفلسطيني في غزة. مع الأسف الشديد في الوقت الذي أعلنت فيه مصر المبادرة لوقف القتال ووقف العدوان الغاشم على غزة وكل العالم يبارك المبادرة المصرية، نجد حماس تشذ وترفض المبادرة، ونجد أيضا قطر وتركيا يشذان عن المجتمع الدولي ويرفضان المبادرة. وكانت النتيجة زي ما حضرتك قلت في فجر اليوم كان فيه هجوم بري على غزة. هو ده أول هجوم من وقت من 10 أيام تقريبا من وقت هذا الهجوم البري. يعني ماذا ننتظر؟ ماذا تنتظر حماس؟ يعني هل حماس تنتظر إبادة الأخوة في غزة؟ يعني ماذا تنتظر حماس بعد الهجوم البري؟ خلينا نؤكد كمان ان احنا لم نرى مصاب واحد لا من مقاومة نعم. ولا من فصيل. نعم. خلينا نقول ان ده الشهداء، وده اللي يخلينا يعني نرجع لروح المؤامره او انها اتفاقيه. نعم. لم يصاب واحد من المقاومه ولا من نعم. الفصيل نعم. ولا من الصواريخ خلينا بتاعت نتخطى حماس. ده لان عندنا الفقره الاخيره هناخد الموضوع بتوسع اكتر، لكن انا عندي في الوفد الصفحه الاولى خبر جميل وحابه حضرتك تقربنا منه اكتر. شيخ الازهر يرفع الاذان داخل كنيسه القديسين، وما احلاك يا مصر. دي مصر شيخ حلوة. الازهر يرفع. فانا يعني احنا عندنا هناخد الملف كاملا في الفقره الاخيره ان شاء الله. عندما يرفع شيخ الأزهر الأذان من الكنيسة، هذه هي مصر. لا فرق بين مسلم ومسيحي، المكان كله للمصريين. السنة اللي فاتت كان البابا تودروس نعم. رفع يعني دقت أجراس الكنائس وقت أذان المغرب. وقت أذان المغرب فعلا البابا تودروس فعلا أمر بدق أجراس الكنائس وقت أذان المغرب. هي دي مصر الحلوة زي ما حضرتك بتقولي أو البرنامج. يعني كان إيه سبب زيارة شيخ الأزهر لكنيسة؟ يمكن كنيسة القديسين لها يعني أثر مؤلم، كل ما بنسمعها بنفتكر طبعا حادث مؤلم. فيمكن الحادث إن شيخ الأزهر يرفع الأذان سيزيل الذكرى المؤلمة، ولا سيزيل الذكرى المؤلمة، لأن كنيسة القديسين كان يوم صعب وكان يوم احتفال. زيارة شيخ الأزهر وهو من الشخصيات العظيمة والمحبوبة عند المصريين جميعا، المصريين تماما مثل البابا تودرس من الشخصيات المحبوبة عند المصريين. عندما يقوم بزيارة كنيسة القديسين فعلا دي لها مغزى. هذا المغزى هو إزالة أي آلام وإزالة أي شجون في النفوس، وده شيء طبعا هي دي مصر. هي دي مصر. كل التحية لفضيلة شيخ الأزهر، بنحييك ودايما كده تزيل من نفوسنا أي شيء مؤلم فضيلة الشيخ. طالما اتكلمنا عن الأزهر، عندنا خبر بيتكلم عن جامعة الأزهر ترسل قرار منحها خادم الحرمين الدكتوراه الفخرية. نعم. طيب، بعث الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر نعم. قرار مجلس الجامعة الخاص بمنح الدكتوراه الفخرية للملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين إلى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للعرض على المجلس الأعلى للأزهر لاتخاذ الخطوات اللازمة لإعمال قرار مجلس الجامعة بمنح الدكتوراه الفخرية لخادم الحرمين. وهنا ده اللي بنتكلم فيه، الدور في الداخل والخارج كمان. هو بص حضرتك لازم ننوه، يعني المسألة مهمة في البداية، ان الدور العظيم الذي لعبه الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وتأييده للمواقف المصرية في خلال السنوات الماضية دور محمود ودور يعني لابد أن نشيد به. هذه الإشادة ليست للسعودية فقط، ولكن لكل دول الخليج التي وقفت إلى جوار مصر في محنتها، والتي أعلنت من البداية بعد ثورة 30/6 تأييدها المطلق وتأييدها لمصر الجديدة أو مصر الحديثة. فده شيء مشرف. جامعة الأزهر منذ عشرات السنين، دي معلومة جديدة، جامعة الأزهر منذ عشرات السنين لم تمنح درجة الدكتوراه الفخرية لأحد. عندما بعد هذه المدة الطويلة وتمنح الدكتوراه الفخرية لخادم الحرمين الشريفين، فده تقدير وإعزاز من مصر وليس من الأزهر فقط، إعزاز وتقدير من جمهورية مصر العربية إلى السعودية.
وليها دلاله في الوقت اللي احنا فيه. واجتماع مجلس يعني الازهر عندما اجتمع مجلس الجامعه وقرر او اتخذ هذا القرار، السعوديه لم تكن لديها علم بهذا على الاطلاق، بل بالعكس مجلس الجامعه فوض الدكتور اسامه العبد للتنسيق لابلاغ سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر السفير احمد القطان، وبابلاغه ان جامعه الازهر التي قررت منح خادم الحرمين الشريفين درجة الدكتوراه الفخرية والتي لم تمنحها منذ عشرات السنين لأحد، فده دليل قاطع على يعني رسالة إعزاز وتقدير من مصر وليست من جامعة الأزهر فقط إلى المملكة العربية السعودية. دايما معك الجديد يا أستاذ وجدي بجد. خلينا نستغل وجود حضرتك كرئيس تحرير تنفيذي لجريدة حزبية ونتكلم عن الاستعداد للانتخابات البرلمانية ده كلام مهم، ومحتاجين حضرتك كمان تضع لنا الضوء على أكثر من نقطة. عندنا عمرو موسى بيقول عن وثيقة انتخابات العدالة الاجتماعية هي الرهان الأصيل لجميع التحالفات لحصد مقاعد نواب 2014. الأحزاب والكيانات المدنية تتصارع على وضعها ضمن أولوياتها. بص حضرتك، قربنا الأول معنى إيه كلمة تكتلات أو تجميع ما بين الأحزاب. نعم. وده هيفيدنا بإيه كمواطنين قاعدين الفترة هو بس قبل ما أبدأ أدخل في دي هدي يعني تمهيد صغير لمسألة الأحزاب السياسية، وضع الأحزاب السياسية أيام النظام حسني مبارك. خلال 30 سنة كاملة الأحزاب السياسية ذاقت الأمرين، ويأتي على رأسها حزب الوفد. الأحزاب السياسية في مصر كان النظام الأسبق نظام حسني مبارك يتخذها عبارة عن يعني شكل ذكوري لتزيين الحكم فقط لا غير. الأحزاب السياسية تعرضت لضغوط شديدة وتعرضت لمحن شديدة خلال هذه الفترة، ولدرجة ان احنا في اي حزب سياسي كان يريد ان يعقد مؤتمر او الى كان يواجه الامرين في الحصول على تصريح، كان يواجه الامرين في الحصول على تنظيم ندوه، كانت حتى في الانتخابات الصرادقات حتى في الصرادقات الانتخابيه كانت بتواجه مشكله كبيره جدا، مشاكل لا حصر لها. يعني من الاخر ان النظام الاسبق نظام الرئيس حسني مبارك مع الاسف الشديد يعني كان يمارس ضغوطا بشعه على الاحزاب السياسيه. كانت النتيجه اننا وجدنا مع الاسف الشديد احزاب ضعيفه. احنا لا ننكر هذا، هناك يعني ضعف الاحزاب ولا كيانات، اصل كلمه مفهوم الحزب هو مفهوم كبير. الاحزاب مع الاسف الشديد يعني لما نتكلم عن ضعفها، هذا الضعف ليس وليد لحظه ولا وليد ساعه، انما هو وليد سنوات طويله، اكثر من 30 سنه تمارس عليها ضغوط وتمارس عليها كل انواع يعني الممارسات غير اللائقه وغير الطيبه. كانت النتيجه ان احنا بنشوف احزاب ضعيفه بالشكل ده. الان بعد ثورتين عظيمتين، بعد ثورة 25 يناير وبعد ثورة 30/6، الأحزاب لابد أن يكون لها دور فاعل ومهم وأساسي. لا يمكن أن تكون هناك حياة ديمقراطية سليمة في مصر بدون أحزاب قوية. طيب الأحزاب القوية من يقويها؟ الدولة نفسها لا تقويها، والدليل تمنحها مساحة. دليل حاجة واحدة بس غير المساحة، الدستور نفسه قلص سلطات رئيس الجمهورية. يعني بقراءة سريعة للدستور نجد أن سلطات رئيس الجمهورية قلصت، وأن أصبح الدور الرئيسي هو لمجلس النواب والحكومة. طب مجلس النواب له دور، هيبقى له دور فاعل. عشان مجلس نواب يبقى له دور فاعل يعني أنا محتاج أحزاب ودور تشريعي كمان بعد إلغاء المسودة التأييد. بهذا الشكل لابد أن تكون الأحزاب قوية، شئنا أو رفضنا. أما الذين يهاجمون الأحزاب، أما الذين يعني يحاولون العودة بنا إلى النظام السابق والأحزاب ما بتعملش حاجة والأحزاب ضعيفة، طب من الذي تسبب في ضعف هذه الأحزاب؟ هي الدولة نفسها. هل من المنطق يعني والعقل أن نكرر أفعال الحزب الوطني مرة أخرى؟ المحاربة هنا أيوة هنا حضراتكم من الحزب الوطني ومن الأحزاب الإسلامية اللي ما زال لها تمام. أنا جاي قواعد في الشارع. أنا جاي لحضرتك في الكلام. أوكي. الآن دلوقتي هناك هجمة شرسة على الأحزاب في مصر تحت دعوى أنها أحزاب ضعيفة. نعم كانت ضعيفة لأسباب، الآن لم تعد ضعيفة. ده الدستور نفسه منحها الحرية أكتر، منحها سلطات أكتر، منحها أشياء كثيرة جدا. سلطات رئيس الجمهورية نفسه، دي الدولة الديمقراطية. الدولة الديمقراطية
ليست السلطات في ايد حاكم فرد، بل في ايد مؤسسات. نحن الان في الدوله الديمقراطيه في دوله مؤسسات. دوله المؤسسات دي احد اضلاعها الرئيسيه هو الاحزاب. طب الاحزاب تمارس دورها من فين وازاي؟ تمارس دورها من خلال انتخابات مثلا مجلس النواب. دورها هيبقى فاعل واساسي ومهم. هنا مع الاسف الشديد وجدنا نعره قديمه تعود مره اخرى، وهي نعره الحزب الوطني. وبالفعل هناك هجمه شرسه وعنيفه من الحزب الوطني على التحالفات السياسيه التي تم نتيجه ضعف هذه الاحزاب، او بالمعنى الادق نتيجه ان ما فيش حزب في مصر يستطيع ان يحصل على الاغلبيه اللي هيشكل بها الحكومه في مجلس النواب طبقا للدستور. طيب الاحزاب بدات تتجه نهج اخر، وده مش بدعه بل هو ضروره. اللي عملته ده مش بدعه، اللي هو الكيانات التحالفات الانتخابيه. ده مش بدعه، التحالف الانتخابي مش بدعه. طالما اننا لا يوجد حزب وحيد يقدر على ان يحصد كل مقاعد البرلمان اللي من اجلها هيشكل الحكومه، لابد ان يكون هناك تحالف انتخابي، وده اللي بيتم حاليا دلوقتي. ولذلك تحالف الوفد المصري. ايوه حضرتك بقى هنا بقى في اكبر تحالف موجود بالفعل على الساحه حاليا، هو تحالف الوفد المصري. هذا التحالف مش ما بنقولش فيه ان الوفد بيرقصوا ولا حاجه، لا، الوفد احد اضلاعه. حزب الوفد هو احد اضلاعه. يجمع كام؟ يعني عرفنا بيه اكتر حضرتك. حتى هذه اللحظه تقريبا معظم الكيانات الوطنيه ومعظم الكيانات الثوريه واحزاب قديمه واحزاب حديثه، وحتى هذه اللحظه التحالف الوفد المصري يتلقى يعني مكالمات ويتلقى رسائل من قوى واحزاب كثيره بتطلب الانضمام الى الحزب. وكان اخرها، واحنا كل وسائل الاعلام نشرتها واذاعتها، التيار الشعبي بنفسه طلب ان هو ينضم الى التحالف الوفد المصري. اذا اصبح هو الكيان الوحيد اللي فيه قوه دلوقتي، ومن خلال هذا الكيان ان شاء الله، وده يعني طبقا لرؤيتي ورؤيه كل الذين يرصدون الاحداث، ان التحالف الوفد المصري هو اللي هيحصد ان شاء الله اغلبيه مقاعد البرلمان، وهو ان شاء الله هو اللي هيشكل الحكومه القادمه ان شاء الله. انتوا يعني حضرتك تحدثت عن ما منحه الدستور للاحزاب من نعم. حق والقانون وكل شيء، لكن انا يعني فاتنا شيء مهم جدا وهو القواعد في الشارع. نعم. هل ترى ان القواعد الحزبيه في الشارع تكفي لاعطاكم هذه الصلاحيات؟ نعم. حضرتك دلوقتي انا هتكلم مثلا على حاجه انا يعني بعيشها بصفتي عضو في حزب الوفد اولا، وبصفتي مسؤول في جريده الوفد الناطقه بلسان حزب الوفد. انا شايف منذ تولى سياده المستشار بهاء الدين ابو شقه سكرتير عام الحزب، وبالاشتراك مع الهيئه العليا لحزب الوفد، وبالاشتراك مع المكتب التنفيذي لحزب الوفد، بدات الحزب الوفد تحديدا، انا بتكلم عن حزب الوفد تحديدا، ان بدا يعني يكون له مقرات كثيره في الشارع. وتقريبا حزب الوفد يعني هو الحزب الوحيد اللي عنده عدد من المقرات كثيره جدا على مستوى الجمهوريه. من اقدم الاحزاب المصريه. وبدا الوفديون من خلال اجتماعاتهم في الهيئه العليا اللي هي اكبر شيء في الحزب والمكتب التنفيذي بيتحركوا في الشارع المصري. محتاجه هو ثقه المواطن العادي في الاحزاب. نعم. انتوا ازاي هتسترجعوا الثقه دي في دوركم مره اخرى؟ ان احنا مدار 30 سنه انتم يعني جنبتم. نعم. ما كانش بارادتكم، ممارسه ضغوط كانت لكن جريده الوفد في هذه الفتره لم تهمد على الاطلاق، لم تهمد جريده الوفد على الاطلاق، وده يعتبر جزء من حزب الوفد. يعني جريده الوفد هي جزء من حزب الوفد رغم ايام حسني مبارك. احنا حضرتك يعني لو اللي بيرجع للارشيف ويتتبع هيلاقي ان احنا ما كناش ساكتين خالص. نروح للامام بقى، ونبدا الان بالتعاطي مع الشارع المصري، الانضمام بقى لينا تاني، ونرجع لاحزابنا القديمه. الشارع المصري حاليا يأمل في الوفد وتحالف الوفد المصري يعني الخير، وان شاء الله ده هيبان في احنا دايما في مصر الحلوه بندور ان احنا كله يرجع، احزاب ترجع، مجتمع مدني يرجع، كلنا لازم نتكامل علشان ترجع دوله كامله، دوله متكامله الاركان. في حاجه مهمه جدا، دوله المؤسسات دي عشان يبقى في تداول سلطه لازم يكون في احزاب. صحيح. مفيش احزاب، مفيش تداول سلطه. احزاب بقواعد شعبيه.
يعني ما هو ده اللي محتاجينه، فده ان يعني يكون لك ظاهره أن يثق الشعب في الشارع أن تعود ثقة وليس الشارع مرة بالدستور أخرى، ولا أن تعود ثقة انا الشارع مرة حاليا أخرى في هذه الأحزاب. انا حاليا من رؤيتي الخاصه ومن متابعتي ومن خلال عملي كصحفي في جريده الوفد، انا شايف ان الشارع المصري فعلا بدا يلتف يعودة. حول الاحزاب. نأمل في هذا. عايز اخد حضرتك لملف تاني، وهو إزالة التعديات. احنا شايفين الحكومة كان ليها دور كبير جدا في الفترة الأخيرة في إزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية وإزالة كل المخالفات، لكن كمان شفنا نقطة مهمة وإيجابية في مصر الحلوة، أن وزير الري بيتكلم أنه تم إزالة 50% من التعديات على نهر النيل. هو ده يعني لو احنا كنا بنتكلم التعديات على الأرض، فهو نهر النيل هو مصدر وشريان حياة مهم، واحنا عندنا دلوقتي مش عايزين نقول عندنا ملف مفتوح في سد الألفية يعني سد النهضة. فايه راي حضرتك؟ النهضه عامله له حساسيه النهارده. ايه راي حضرتك في مساله التعامل مع ملف النهر؟ مش مع ملف سد النهر، التعامل مع ملف النهر، ان احنا نحس هذه الايام بقيمه هذا النهر، وان احنا ندور على ازاله التعديات من عليه. بصراحه شديده يعني المهندس ابراهيم محلب وهو رئيس وزراء نشط، ونشاطه ده انعكس على حكومته كلها او غالبيه حكومته تحديدا يعني. بدأت فعلا مجلس الوزراء يناقش التعديات على كل ما هو تعدي، سواء بناء أو على نهر النيل أو على الأراضي الزراعية أو إلى آخره. فبدأت فعلا في الآونة الأخيرة، طبعا كلنا في منذ ثورة 25 يناير كانت فيه تعديات مهولة على الأراضي الزراعية، وتعديات بناء مخالفة وبناء مخالف وإلى آخره. الحكومة فعلا بدأت تتنبه تماما لمثل هذه التعديات، وبدأت بالفعل تأخذ خطوات فعلية فعلا وتواجه الظاهرة أو تواجه المشكلة فعلا. وزي ما حضرتك بتقولها كان من ضمنها الاعتداء على نهر النيل، وده كان أخطر حاجة بقى يعني ده شيء فعلا قاتل. يعني إذا كنا احنا بنرضى بحاجة مخالفة وبنصرخ عشان دي مخالفة، ما بال الاعتداء على نهر النيل، فده يعني أشد جرما أو كارثة يعني. فعلا الحكومة بدأت في الآونة الأخيرة تتنبه تماما إلى هذه الاعتداءات الكارثية على نهر النيل، وبدأت فعلا هناك حملات مستمرة لإزالة كل التعديات. وأعتقد أن مجلس الوزراء يعني على حد علمي يعني أن هو يعني حاطط برنامج، هذا البرنامج بينفذه يوميا، وده شيء المطلوب من الإعلام في هذا الملف. المطلوب مننا كصحفيين وإعلاميين فعلا أن نشجع القضاء على الاعتداءات دي تماما، نشجع الحكومة وتستمر وما نحبطهاش ونقول لها احنا معاكي، شد حيلك. لا احنا معاهم من امبارح، هم شادين حيلهم. خليني كمان اوجه التحيه لحضرتك والجورنال الوفد على الصفحه خاصه، يمكن احنا ده خصنا بيه استاذ وجدي النهارده، عن ذوي الاحتياجات الخاصه ومن يحررها هم ايضا ذوي الاحتياجات الخاصه، والمسؤول عنها ذوي الاحتياجات الخاصه، في بادره جديده في الاعلام المصري، اعلام المقروء، ان يكون صفحه لذوي الاحتياجات الخاصه. انا بحييكم وبحيي حزب الوفد على اهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصه. هو فعلا حزب الوفد بيتبنى حاليا كحزب بقى، حزب سياسي اللي هو الدعايه دي، لا مش دعايه، الدعايه دي، لا حزب الوفد يعني بمناسبه فكر جديد، بدايه الفكر الجديد، لا بمناسبه بقى القواعد الشعبيه يعني. متحدي الاعاقه او ذوي الاحتياجات الخاصه دول شريحه كبيره جدا في المجتمع المصري، على فكره مش في المجتمع المصري بس، ده في معظم المجتمعات العربيه يعني. هذه الشريحه حزب الوفد تبناها تماما. عندما تبناها حزب الوفد والدكتور سيد البدوي رئيس الوفد يعني بيعقد معاهم اجتماعات دوريه ولقاءات دوريه، الفكره جت بصراحه شديده من خلال لما احنا شفنا، احنا في الجورنال لما شفنا الحزب مهتم جدا جدا بذوي الاحتياجات الخاصه، فقلنا احنا ليه في جريده الوفد ما نحررش صفحه لذوي الاحتياجات الخاصه، واسندنا تحريرها لزميلتنا السيده ناديه صبحي، وهي وهي بصراحه تستحق التحيه، لان هي يعني بارعه في مثل هذه الامور. هي بصراحه شديده قعدت بذلت مجهود خرافي مع ذوي الاحتياجات الخاصه، وقعدت معاهم يعني، وهم اللي بيحرروها على فكره، هم اللي بيقولوا لها الافكار، هم اللي بيقولوا لها الافكار. حضرتك قلت لي قصه وبعدين حابه تقولها للمشاهدين. في قصه لطيفه قوي، قصه لطيفه قوي هي يعني منشوره بكره في الصفحه الجديده دي، ان شاء الله هي صفحه اسبوعيه، وان شاء الله نتمنى ان هي تكون بعد كده يوميه يعني في المستقبل يعني. من ضمن القصص الطريفه ان فيه اتنين حبوا بعض لمده 40 سنه بس بلغه الاشاره، وبيشرحوا ازاي هم حبوا بعض بلغه الاشاره، وكل الكلام ده كله زميلتنا ناديه كاتباه بطريقه سلسه وجميله ومشوقه.
وعلى زي ما هم بيقولوا يعني لا زن على الودان ولا كلام، يعني لا كلام ولا زن على الودان بلغه الاشاره. ولكن هم ده بشر عندهم علاقات أسمى عاطفيه. علاقات الحب زي ما بنقول. وهي دي مصر الحلوة، ان حتى حلاوة العاطفة فيها تنتقل من السمع والكلام إلى لغة الإشارة. وأن يكون بادرة لاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة. حقيقي احنا بندعو كل الإعلام، ويمكن احنا كمان يا حسام ناخدها مرة، ناخد إن شاء الله فقرة بإذن عن الله. أنت خدت معاك، كان معاك مريم. مريم كان معايا صحيح. مريم، ممكن هي دي أصغر مصر ممكن نجيب لكم اللي بيحرروا الصفحه من ذوي الاحتياجات الخاصه يبقوا ضيوف يكونوا عندكم معانا في يوم، إن بالعكس شاء دي الله. يبقى شيء انت عارفه ظريف. كمان النهارده بنتكلم عن صفحه لذوي الاحتياجات الخاصه وبيحرروها بايديهم، محتاجين بعد كده صفحه يحررها الاطفال عشان يقدر الطفل ده هو المستقبل بتاع بكره، يقدر يقول من خلال كلماته اللي هيحطها داخل هذه الصفحه ايه اللي محتاجه بكره لمصر وايه اللي بيعمل فيه بكره خلينا لمصر. نؤكد أن كلنا وجميعا بنعمل أن نحط إيدينا في إيدين بعض أن مصر تكون حلوة. اكيد مصر تكون حلوه. استاذ وجدي زين الدين النهارده ادانا عدد من الاشياء الايجابيه اللي تقدر تاكد لنا على رياده وحلاوه البلد دي. طبعا. احنا كنا مبسوطين مع حضرتك في فقره. شكرا استاذ وجدي زين الدين، نورنا رئيس يا أستاذ التحرير وجدي. التنفيذي شكراً. لجريده الوفد. شكرا. هنخرج فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل مع حضراتكم دكتور سعد الزنط رئيس مركز الدراسات الاستراتيجيه واخلاقيات الاتصال، علشان خاطر نشوف المشهد الراهن واصل لغايه فين. حماس، غزه، اسرائيل، فتح، تركيا، قطر، مصر، كل ده فين من المشهد بعد الفاصل.